السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين دي؟ ايه بندقية الغدير دي؟ والله يا فعليا شوت جن دبل بارل عاملة زي بندقية الغفير بالظبط، بس مع فرق هنا. البندقية دي اوفر هاندر مش سايد باي سايد. طيب مين دي؟ دي بندقية برازيلي اسمها جوتشا. اوكي. آه انا جبت دي اول بندقية اشتريتها هنا في كندا. البندقية كان تمنها اعتقد حوالي $800. ليه بدأت انا ببريك اكشن؟ يعني كان في اوبشنز تانية ممكن الواحد لا، انا ما كنتش جاي عشان صيد. البندقية دي انا اشتريتها لان انا كنت ابتديت العب هنا سكيت، فدي البندقية اللي كانت مناسبة للنوع ده. طيب هي بندقية لطيفة جدا. تفتح عبارة عن ماسورتين جمال وشاكوشين هنا، بسيطة ما فيهاش أي حاجة خالص. طيب ليها صيانة ما مش حاجة برضو تذكر، مجرد شوية زيت ومسحة وكل سنة طيبين، نشوف السنة الجاية. طيب في عيوب، ما يعني أنا بصراحة ما كانش عندي مشاكل معاها خالص، غير إن أنا استخدمتها في الصيد كذا مرة. موضوع إن هي طلقتين بس ما كانتش مناسبة للصيد. أنا عادة دلوقتي أنا بستخدم البندقية دي لما بيكون الولاد معايا، بديها لابني الكبير او اي حد جاي يعني طالع يصطاد معايا في زياره، معاه رخصه سلاح ومعاه الرخصه بتاعت الصيد ومعهوش رخصه سلاح، بيقدر ان هو يستخدم دي within an arm، يعني يكون موجود معايا مسافه ايد واحده. بتكون مسؤوليتي انا السيفتي بتاعه والسيفتي بتاعت الناس اللي موجوده في المكان. طيب بسيطة خالص، ما فيهاش أي حاجة تتعمل غير شوية الزيت اللي بنعملهم دول وبس. الولاد واضح إن هما من آخر مرة استخدموها دخل بيها في الطين. طيب مميزاتها إيه؟ هما الماسورتين 12 جيج، أوكي؟ بس جاية بتو تشوكس مختلفين هنا، واحد فور تشوك والتاني امبروفد سلندر عشان يفتح بدري، والتاني بيفتح متأخر شوية. بس ده كل الموضوع. بندقية بسيطة خالص ما فيهاش أي حاجة ممكن تتعمل، ملهاش حتى تعديلات أو أي حاجة ممكن تتعمل عليها. هي كده خلقتها كده ريلايبل جدا، يعني صيانة بسيطة طول السنة، ما بتعملش أي مشاكل بصراحة. ودي أكتر بنادق ممكن تلاقيها موجودة في البيوت، حتى البيوت القديمة عندنا في مصر. مثلا اتوقع بيت جدي كان فيه 2 منها في مصر الجديدة لو انا صح، لو الذاكرة ما خدتنيش يعني. الستوك بتاعها خشب، حتة رابر في الآخر، ومصروفتين فوق بعض وشاكوشين، وانتهى الموضوع، ما فيهاش أي اختراعات. بصراحة أنا كنت استخدمتها كذا مرة، إن إحنا كان هنا في الشوتنج كلاب كان بيحصل زي اللي هي التشالنجز، واستخدمتها كتير جدا هنا في كندا. أول ما ابتديت أضرب نار هنا
ومن اجمل اللحظات اللي كان الواحد فيه بيبقى مبسوط فيها بصراحه يعني. كان بيبقى ضغط الاسبوع مثلا شغل وكده، بعدين رحت شوتنج رينج، السكيت يبتدي، السكيت الرينج بتاع السكيت يفتح، ابتدينا نخش نبتدي نلعب مع بعض وبتاع، بنقضي يوم لطيف. قابلت ناس، طلعنا بنشتغل في نفس المكتب في الشوتنج رينج، ما كنتش اعرفهم. عملت علاقات كويسه يعني. انت بعد الهجره طبعا ما بيبقاش فيه علاقات مع الناس، وبيبقى صعب جدا ان انت تبني فريندشيب او صداقه مع اي حد. الموضوع بياخد وقت، بس بصراحه الكوميونتي بتاعت الشوتنج عموما او بتاعت السكيت شوتنج كوميونتي راقيه قوي وناس لطيفه جدا يعني. فمن فتره للتانيه لا زلت لحد دلوقتي بصراحه لما بيبقى فيه فرصه ان هما يلعبوا او كده بروح احضر، حتى لو مش هضرب، بروح اتفرج وبس خلاص. لان انا كان السنتين اللي فاتوا دول انا كنت تعبت جامد. الحمد لله عدى على خير. جميله كده كده جاهزه، ادخلها اديها بس شويه زيت هنا وكده انتهى الموضوع. ما عنديش حاجه تانيه اعملها لها. خلصنا. يلا سلام عليكم.